الناس اللي بتحب البيتزا أحب أقول لكم إن في فطيرة أحلى 100 مرة من البيتزا. ولو فاكرين إن صوص البيتزا أسهل وأجمل صوص، ففي صوص أحلى منه بمليون مرة. ولو فاكرين كمان إن العجينة مجرد دقيق ومية وخميرة وخلاص، فعاوزة أقول لكم على طريقة عجينة غنية جدا وهشة وخفيفة وهتطلع معاكم زي القطنة بالظبط، ومش قوام العيش خالص. ده غير الحشوة اللي هنعملها وهخليكم تعتمدوها إن شاء الله علشان تحضروا بيها عشرات الوصفات بعد كده. فيديو النهاردة فيه تريكات كتيرة وهتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنحضرها مع بعض هي الخميرة. هجيب الحلة بتاعة العجان أو الطبق اللي هتعجنوا فيه بإيديكم، هضيف كوباية كبيرة من الحليب الدافي، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم شوية مع بعض، أغطي الطبق وأسيبه كده على جنب لمدة 5 أو 6 دقايق. دلوقتي معايا 3 كوبايات كبار من الدقيق المنخول، وأنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه ذرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الزعتر لو هتستخدموا العجينة في المعجنات الحادقة. لو معجنات حلوة هتشيلوا الزعتر. هنقلب كويس جدا كده. خلاص اتأكدنا ان الخميرة نشطة وشغالة. دلوقتي معايا بيضة واحدة بس بدرجة حرارة المطبخ، وهفصل البياض عن الصفار، وهستخدم الصفار بس. الصفار بيدي طراوة للعجينة حلوة جدا. احط بقى الصفار على باقي المكونات السائلة، وهضيف كمان معلقة صغيرة من الخل كمحسن طبيعي للعجينة، واقلب كويس جدا. ارجع اضيف كل كمية الدقيق، وبأداة العجن ألم يا دوبك بس المكونات مع بعضها. دلوقتي معايا ربع كوباية بس من الزبدة الطرية، هحطها وأعجن العجينة مدة ما تقلش عن 8 دقايق لحد كده ما تكون ناعمة خالص، بس أهم حاجة ما تكونش بتلزق في إيديكم. شوفوا بقى قوام العجينة جميل إزاي، حلو جدا جدا. أجيب طبق كبير وأدهنه بالزيت، وأشكل العجينة بتاعتي على شكل كورة كبيرة، أحطها في الطبق وأدهن كمان وشها بالزيت. وأحسن طريقة نخمر بيها العجينة، نغطيها كده بورق الاسترتش أو بالاسترتش راب وبفوطة، ونسيبها كده في مكان دافي لمدة ساعة أو ساعة ونص. على بال ما العجينة تخمر هنحضر مع بعض الحشوة. طاسة فيها 3 معالق كبار من الزيت، وهضيف بصلاية كبيرة تكون متقطعة حتت صغيرة. هفضل أقلب البصل كده لحد ما يدبل معايا. وبعد كده معايا قطعة واحدة بس من صدور الدجاج، غسلاها كويس جدا ومصفياها ومقطعاها برضو مكعبات صغيرة. الفراخ بقى دي كلها تاخد لون واحد. هرجع بعد كده أتبلها بهارات بسيطة جدا، معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، بهارات الفراخ، معلقة صغيرة من التوم البودر والبابريكا والزعتر، بس كده مش هنحط حاجة تانية. هنقلب بقى الفراخ مع البهارات الحلوة ديت كويس جدا على النار لحد كده ما نشم ريحة البهارات. بعد كده هضيف فلفل رومي ألوان أنا مقطعاه مكعبات صغيرة. مهم جدا إن الحشوة تكون متناسقة وكلها تكون قد بعضها. أقلب تقليب على النار، وكده خلاص الحشوة بقت جاهزة. نرفعها بقى من على النار. بالنسبة بقى لصوص الجبنة الخطير اللي أحلى من صوص البيتزا 100 مرة، حوالي 7 مكعبات من الجبنة الكريمي، معلقة كبيرة من الحليب، ومعلقة صغيرة من الزعتر. وبالهاند ويسك كده هقلب كويس قوي لحد ما الجبنة تكون كريمية خالص، بس طول ما هي فيها تكتلات بنضيف نقطة بنقطة من الحليب لحد ما تكون ناعمة كده. هنجيب صينية كده ما تكونش الحافة بتاعتها عالية، ونحط فيها ورق من الزبدة. وأول تركة بقى مهمة جدا، هندهن ورق الزبدة بمعلقة كبيرة من الزبدة، بس ما تكونش دايبة، تكون متماسكة شوية. الزبدة دي هتدي كراست للعجينة من تحت حلو جدا، ولون كمان حلو قوي. العجينة ما شاء الله اختمرت وناجحة جدا زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي بقى نخرج الهواء منها، وزي ما انتوا شايفين والمشهد كده بيثبت لكم ان العجينة ناجحة جدا جدا وجميلة جدا وطرية جدا في ايديا. ناخد بقى العجينة ونفردها كده في صينية كويس قوي. طبعا العجينة مكوناتها غنية جدا، وكمان اتعجنت مدة حلوة قوي وارتاحت، علشان كده مش عاملة زي الاستك في ايديا خالص، بتتفرد بمنتهى السهولة. هنفردها على قد صينية بالظبط، وبعد كده هعمل فيها فتحات بالشوكة، وهرجع بعد كده أوزع عليها صوص الجبنة اللي احنا جهزناه. هنوزعه على كل العجينة من فوق. بعد كده هضيف شوية من جبنة الموتزاريلا وبرضو أوزعها كويس جدا. وهرجع بعد كده أضيف كل الحشوة وأوزعها كويس قوي. أضغط بقى على الحشوة كده علشان تمسك على الجبنة الموتزاريلا كويس جدا. بعد كده هضيف شوية برضو من الجبنة الموتزاريلا كده من فوق، مع رشة بسيطة من الزعتر الجاف. الفطيرة الحلوة بتاعتنا ديت هتدخل الفرن درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط، وهتقعد بالظبط كده تلت ساعة، يعني شوفوها كده من تحت. بعد كده ما تاخد لون من تحت نشغل الشواية. مش قادرة أوصف لكم ريحتها كانت جميلة قد إيه. أنا بعد كده قطعتها ووزعت عليها ورق من النعناع، اداها ريحة حلوة جدا. لازم تاكلوها وهي سخنة نار، طعمها في منتهى الجمال. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وبألف هنا وشفا، وباي باي.